ماتش ما بين المتسولين والحراميه، والاثنين بيشجعوا السياحه، واللي بيذيع الماتش مبرشم، والجمهور اللي في الوش المدرج مرسوم على هيئه شجره، ده لمشجعين البانجو، والجمهور اللي على اليمين ده متفرجين اللي بيشموا كله. يعني الملعب كله مدمغ. عسل. يقول لك سيداتي يعني سيداتي وأحييكم تحية كبيرة أوي، وإن شاء الله نتفرج. بصوا أنا مش هقول لكم بقى هنتفرج على ماتش بقى ولا كلمة بقى. بص يا سيدي بقى، ماتش النهارده جامد أوي. ليه؟ بين الحرامية والمتسولين، والاتنين أنقح من بعض. في إيه بقى؟ بيطفشوا السياحة من مصر. يعني خدوا بالكم بقى، الساعة لما يشوف واحد يجري حرامي، ولما يشوف واحد بيشحن بقى يقعد في وسطهم يعمل ايه بقى؟ مش جاي زين. المهم علينا بقى الحكومة تتصرف بقى. دلوقتي انا اقول لكم بقى تمثيل الفرقتين. ينزل بقى فريق الحرامية لحراسة المرمى ترمسها بقى في الحرامية، يعني دي الساعة. واللي بيلعب قدامه بقى اسمهم بقى خط التقفيل. يعني ايه خط التقفيل؟ يعني الناس يعملوا خناقه والتاني يخش يسرق، دول اسمهم تقفيل. يعني حاجات من ده. شفت يا استاذ سمير انا بوضح للناس ازاي؟ بوريهم. حلو والله مثلا. لا بوريهم ايه؟ بوريهم ما دي فيها، ما دي اسقاط سياسي برضه وسر المهنه بالظبط. فيها اسقاط، يعني انت عايز تنبه برضه الناس. بالظبط. والفن لازم يبقى فيه رساله.